عسلامة ومرحبا بكم. اليوم ان شاء الله باش نعملوا مع بعضنا خبزة فاكهة. عندي هنا حار عظم، خرجتها من بكري من الفريجيدير، خليتها على حرارة الغرفة. لابد اي جاتو تعملوه يكون العظم على حرارة الغرفة، في درجة حرارة الغرفة. عندي 250 جرام لوز وبفريوة، انا هروشتهم هكا اكرازي. عندي فرينة وعندي سكر. هنا الكيال كيفاش انا قست، عندي هنا قست بالصحفة هدية، هنا عندي صحفة ونصف لوز فاكهة، هنا عملت صحفة غير ربع فرينة، وجيت هنا اكثر من ربع عملت سكر. تقولوا السكر شوية علاش؟ باش ان شاء الله نطيبوا السيرو ونسقيو الخبزة من فوق. وعندي قرفة. اللوز خبزة الفاكهة هذه تحب شوية قرفة. وهنا عندي خميرة وعندي سكر فانيليا. نبداو ان شاء الله. ناخذ العظم كالعادة نعملوه هكايا، ناخذوه شوية بالفرشاة قبل ما نحط الباتور. لابد هذه العملية نعملوها باش ما يتحرقلناش العظم. توا نحط الباتور على سرعة منخفضة، بعد نزيد شوية هنا العظم ما يكونش العجينة ماكش يبيع كيما خبزة الجاتو، لا هنا يكون العظم يسر رغوي. توا نشوفو مع بعض. انا توا نقع مادة الكراش هذا ومن بعد نشوفو الكثافة نتاعو كيفاش. شوفوا الكثافة نتاع العظم ما طلعناهش ياسر، هكا يكون تاع خبزة الفاكهة موسى هكايا. ريتو الكثافة كيفاه هكا. ديما وما نساوش نحطوا السكر اللي عايرناه ونحطوا السكر فاني. توا مع اللوز لابد ان نحطوا هكايا نصف مغرفة تاع قهوة، كل مقدار عنده قداش هكايا للوز. اللوز يحب القرفة، قرفة مرحية هذه. خلطوا ديما كي يبدا عندنا العظم ما نحطوش الفرينة قبل، نحطوا اللوز قبل باش ننكهوا العظم. شوفوا كيفاش نحط اللوز بشوية. توا ننفخوا الغوطة هكايا. اللوز هذايا انا اش عملته، مسحته منديله مبلوله، حطيته في القلايه، حمرته شويه حتى شميت ريحته. مش نحرقوه وصلوا ابيض ريحته اما محمر باش يجي يعطينا مطعم باهي. خرجت الزيت نتاعو والنكهه نتاع اللوز. حطينا توا اللوز مع القرفة. حطينا هنا حار عظم طلعناها شوية، حطينا السكر وسكر فاني، حطينا توا اللوز. نحركو ديما من الوطا الفوق باش ما يتحلناش العظم هكايا. هنا الفرينة نحطو المقدار، يحتمل انا نحط المقدار اللي قسته بالصحفة، يحتمل لا
نخلي اللوز في وسط العظم بالكدا هكايا، نحسوا بيه اللوز. الخبزة هذه تجي الفاكهة تحسوها تحت الزرسة بدينا. هذا اللي قلت نرميه توا الفرينة. انا حطيت معاها الفرينة، غربلتها وغربلت معاها باكو خميرة تاع جاتو. تو نحط بشوية وعيني ميزاني انا والفرينة اش باش تعطيني. نحط هكاكا بشوية ونخلط من الطرفوق باش ما يهبطلناش العظم، باش تجينا عالية مزيانة. نقعد نكمل الفرينة ونوريكم الكثافة نتاع الجاتو. ما نساوش بعد ما نكملوا نحطوا البانس تاع الملح، لابد في الحلو نحطوا بانس تاع ملح. انا نكمل ونحط البانس تاع الملح ونراو ان شاء الله. هاي الكثافة تاع خبزة الجاتو نتاعنا، خبزة الفاكهة. انا حطيت الفرينة الكل، لقيتها ناقصة مغرفة هكا، عيني ميزاني زدتها راهو مغرفة فرينة هكا باش لازم تكون الكثافة نتاع الجاتو هكا. تو نحطها في الطبق ونحط ان شاء الله نطيبها في الكوشة على درجة حرارة من 800 درجة باش نعمل البلاطو هذا الصغير تاعي. او الجاتو نصبوه في البلاطو. هاي خبزتنا مازالت ما طابتش، حطيناها في البلاطو توا باش نحطوها في الكوشه ان شاء الله. نطيبوها ونطيبوا السيرو ونسقيوها مع بعضنا ونقصوها ان شاء الله. نراوها في صحن التقديم. هذايا السيرو اللي باش نصبوه فوق خبزة الفاكهة. هذه خبزة الفاكهة نتاعنا طابت، شوفوا لونها مزيان محلاها. نحكي لكم على السيرو. حطيت فيه كاس نصف كاس عطرشيه. نتوما وهنا والكميه اللي تحطوها، تحبوا ماء ورد، تحبوا ايه تجي بنينه ياسر بالماء الورد، تحبوا عطرشيه. انا حطيت كاس ماء ونصف كاس عطرشيه. انا حطيت 4 مغارف سكر للكميه اللي عندي، وحطيت مقدار 50 غرام زبدة وعود قرفة. لابد القرفة هنا تكون موجودة. توا انا باش نسقيها، باش ناخذ سكينة هكا نعملها شوية هكا فتوحات باش تشرب. هي مازالت سخونة والسيرو مازال سخون. نحي القرفة توا نصب هكا نمشي، نجيب هكا حتى نغطي ونخليها تشرب وتبرد. من بعد نقصوها، نجمو نصبو الكمية الكل، نجمو إذا خذيت حقها هكا هاو يكفي. انا راها توا يكفي هكا، خليها حتى تشرب مليح ومن بعد ان شاء الله نراوها مع بعض. هذه خبزتنا نتاع الفاكهة كملناها او قصيناها هنا شربت. ننصحكم خليوها تبرد مليح مليح مليح، تشرب السيرو نتاعها ومن بعد قصوها. ان شاء الله تكونوا طبعتوا الفيديو ايتاب بار ايتاب.
الخبزة هذه مش مقتصرة على اللوز والبفريوة، تنجم أي نوع تاع فاكهة تحطوا فيه، حتى الفاكهة الكل تخلطوها مع بعضهم تحطوها، وأروع ما تاكلوا وبنينة ياسر ياسر ياسر. اليوم أنا طيبنا مع بعضنا خبزة فاكهة هدية ليكم، إن شاء الله تجربوها تستمتعوا بها، تفرحوا بها وانتم مع أولادكم، وصحة وبشفاء لكل أخواتي.